أهلا بيكم معايا. أنا أسماء وبودكاست أوفر شير، ودي حلقتنا الجديدة. مين مننا ما حطش نفسه في مقارنة قبل كده مع شخص أو وضع أو حتى مع النسخة المثالية اللي رسمها لنفسه جوه خياله؟ كلنا تقريبا قارنا نفسنا في وقت من الأوقات، سواء بإرادتنا أو غصب عننا. علشان كده حلقتنا النهاردة عن المقارنة، وسؤالنا المرة دي: بتقارن نفسك بمين؟ والأهم، ليه؟ لو بصينا لبداية خلقنا إحنا كبشر، هنلاقي إن أول مقارنة حصلت في الحكاية دي كانت بين إبليس وسيدنا آدم. إبليس قارن نفسه بآدم، والمقارنة عنده كان وراها كبر. كبر وصله المصير من أسوأ المصائر اللي ممكن يوصل لها مخلوق. لكن إحنا لما بنقارن نفسنا بحد، يا ترى إيه اللي بيكون ورا المقارنة دي؟ خليني الأول أحكي لكم جزء من حكايتي، وبعدين نرجع نرد على السؤال ده. طول حياتي كنت بتعرض لنوعين من المقارنة. النوع الأول أغلبنا تقريبا قبله في حياته، المقارنة من الناس بينا وبين اللي حوالينا واللي من سننا. وخليني أقول إن المقارنة دي عمرها ما كانت في صالحي. دايما كنت أنا الطرف الخسران لظروف كتيرة مختلفة الحقيقة. لكن الغريب إن أول مقارنة تعرضت لها خلقت جوايا نوع تاني من المقارنة، مقارنة داخلية نشأت جوايا وترسخت مع الأيام. مقارنة بيني وبين النسخة المثالية مني اللي عقلي صنعها في خيالي، نسخة فيها كل الحاجات اللي كنت حساها ناقصة فيا. وبدأ يقارن بينا في كل وقت، في كل مكان، وفي كل ظرف. الحقيقة نسختي المثالية اللي كانت جوا عقلي كانت مبهرة جدا، وكل ما كانت مبهرة أكتر كل ما كان الوصول ليها أصعب. وفي كل مرة كنت بحاول أوصل للمكان اللي هي وصلت له كانت بتطلع ليفل أعلى. وكل مرة كنت أحاول من جديد وأبذل مجهود أكتر، وأقول لنفسي المرة دي هوصل لها، المرة دي هبقى زيها بالظبط. وطبعا ده عمره ما كان بيحصل، لأنه ببساطة هي عمرها ما وقفت، عمرها ما تعبت، وعمرها ما احتاجت ترتاح، لأنها مش حقيقية، مش إنسان. هي مجرد صورة رسمها خيالي وفضلت أجري وراها كأنها حقيقية. وهنا بس اتصدمت وسألت نفسي: هو أنا بقارن نفسي بصورة؟ وفجأة جاتلي فكرة بديهية جدا: أنا إنسان، عندي قلب وعقل ومشاعر، وبتعب وبضعف وبحتاج أقف شوية علشان أكمل. لكن هي ولا بتحس ولا بتتعب ولا بتعيش حتى. هي مجرد خيال أنا اللي صنعته. وطالما أنا اللي صنعته، يبقى إزاي أسيبه هو اللي يحدد قيمتي؟ وإزاي أفضل أجري علشان أوصل لنسخة أنا أصلا اللي رسمتها؟ أنا الواقع وهي مجرد فكرة. ويمكن وقتها بس فهمت إن ربنا خلقني أسمى من إني أقارن نفسي بأي حد، حتى لو كان الحد ده نسخة خيالية أنا اللي اخترعتها. الفكرة اللي وصلت لها كانت مريحة ومنطقية في نفس الوقت، وعلشان كده قررت إني أمسح النسخة دي من خيالي. زي ما رسمتها همحيها. يمكن الموضوع مش بسيط ومش سهل يتنفذ، لكن بدأت وحاولت ولسه بحاول. وواحدة واحدة بدأت تختفي، وبدأ تأثيرها على سير حياتي يقل. وبدأت أبص ليا أنا، لقدراتي، لمهاراتي، لعقلي ولقلبي. والغريب إن أول ما بطلت أقارن نفسي بالنسخة المثالية، لقيت نفسي تلقائي ببطل أقارنها بأي حد تاني، ولا بأي ظرف، ولا بأي وضع. لأن الحقيقة أصعب مقارنة ما كانتش مع الناس، كانت مع نفسي. وأول ما انتصرت عليها، كل المقارنات التانية بدأت تصغر واحدة ورا التانية. في الحقيقة إحنا فاكرين إننا بنقارن نفسنا بالناس، لكن أوقات
أكتر مقارنة بتستنزفنا بتكون مع النسخة المثالية اللي احنا رسمناها، وعدونا الحقيقي بيكون مستخبي ورا صورة شكلها مبهر لكنها مش حقيقية. يمكن كل واحد فينا رسم الصورة دي لسبب مختلف، يمكن علشان يهرب من شعور بالنقص، أو ينسى تجربة وجعته، أو يحاول يثبت لنفسه إنه يقدر يبقى أفضل. لكن في النهاية فضلت مجرد صورة، كل ما نجري وراها تبعد أكتر وتخلينا نبص لنفسنا بعين عمرها ما كانت راضية. وللأسف النسخة دي كانت مجرد مسكن بيخلينا ننسى وجعنا لفترة، لكن عمره ما كان علاج، لأن المسكن بيخفي الألم لكن ما بيشيلوش. ويمكن بدل ما نسأل نفسنا كل يوم أنا ليه لسه ما وصلتش، نسأل أنا وصلت لفين. بدل ما نبص للمسافة اللي فاضلة نبص للمسافة اللي مشيناها. بدل ما نقارن نفسنا بنسخة عمرها ما كانت حقيقية نقارن نفسنا بنسختنا امبارح. هل أنا النهاردة أهدى شوية، أوعى شوية، أحن على نفسي شوية؟ لأن المقارنة الوحيدة اللي ممكن تساعدنا هي المقارنة اللي تخلينا نتقدم، مش اللي تخلينا نحتقر نفسنا. يمكن مش مطلوب منك تبقى أفضل نسخة من نفسك، يمكن المطلوب بس إنك تبقى نسخة حقيقية من نفسك. وفي النهاية كلنا محتاجين نفتكر حاجة مهمة، المشكلة مش في المقارنة نفسها، لكن يمكن مع مين بنقارن نفسنا. لأن الإجابة هي اللي بتحدد إيه اللي ورا المقارنة دي. هل بنقارن نفسنا بنسخة مثالية بتستنزفنا، ولا بنسخة أقدم من نفسنا بتفكرنا بالخطوات اللي مشيناها والتطور اللي حققناه؟ وهل بنقارن نفسنا علشان نحس إننا أفضل من غيرنا، ولا عشان نبقى أفضل من قبل كده حتى لو بخطوة صغيرة كل يوم؟ الحلقة دي كانت عن المقارنة وتأثيرها على حياتنا، وإزاي نقدر نختار النوع من المقارنة اللي يفيدنا ويساعدنا نتطور. لو الحلقة عجبتكم شاركوها مع حد بتحبوه. أنا أسماء، وبودكاست أوفرشير. وما تنسوش أبدا إن الأهم من المقارنة نفسها هو إننا بنقارن نفسنا بمين. ونشوفكم الحلقة الجاية.